ما تعاديش حد، وخلي دايما الباب موارب، عشان انت ما تعرفش الدنيا هتلف ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، الرسول كان من أشراف مكة، ومعروف ان أشراف مكة ممكن يخشوا الكعبة جوه الكعبة عادي. ففي يوم الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عثمان بن طلحة، وما كانش لسه أسلم وقتها، مفتاح الكعبة عشان يخش الكعبة. فوقتها كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا عثمان عدوه، فسيدنا عثمان رفض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان ادخلني الكعبة. فسيدنا عثمان رفض، قال له: يا عثمان ادخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء. فسيدنا عثمان بن طلحة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لئن حدث ذلك لباطن الأرض خير لي من ظاهرها. يعني يوم ما يبقى مفتاح الكعبة في إيدك الموت أهون لي. الكلام ده كان قبل الهجرة. بعد الهجرة حصلت أحداث كتير. سيدنا عثمان بن طلحة أسلم مع سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن الوليد، ولفت الدنيا وجه فتح مكة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وطلب يدخل الكعبة، ونادوا على عثمان بن طلحة وإدى مفتاح الكعبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقريش كلها فاكرة الموقف: أدخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء. فدلوقتي مفتاح الكعبة بقى في إيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس مستنية الرسول هيديه لحد تاني ولا لأ. فالرسول بعلو صوته قال: خذوها بني شيبة خالدة مخلدة لا يأخذه منكم إلا ظالم. فالمفتاح إلى اليوم في بني شيبة.